السلام عليكم طلاب تالتة ثانوي، وحشتوني. عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنبدأ مع بعض أول حصة في المنهج بتاعنا. هنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم عن الباب الأول. لو انت أو انت لسه ما سمعتش كورس التأسيس، أستأذنك تروح تسمع أول حصة في كورس التأسيس عشان مهمة، اللي هي ازاي توزع الإلكترونات. طب يلا بينا في البداية نسمي الله ونصلي على رسول الله. عاوز كراسة قدامك وقلم وتشتغل معايا. بص يا حبيبي، لو انت ناسي هتكتب معايا اللي انا هقول عليه دلوقتي. هكتب يا مستر. في البداية امسك قلمي اهو. هتكتب عندك كده أرجون 18 4S 3D كريبتون 36 5S 4D. مستر ليه حضرتك بتكتبهم؟ هيبقى عشان لو انت نسيت التوزيع خليهم قدامك. طب يا مستر الناس اللي نست الاس غير اللون بيشيل كام الكترون؟ اخره 2 الكترون. والدي بيشيل كام الكترون؟ اخره 10 الكترونات. يلا بقى كده بقلمك كده وافتكر معايا التوزيع. هنوزع مين؟ وليكن اول عنصر تيتانيوم تي اي 22. عندنا في المنهج بيقول لي ان ده معدن الطيارات والصواريخ، وهنعرف ليه واحنا شغالين. الخام اللي قبله على طول الارجون ولا الكريبتون؟ ارجون 18 4S 3D. وقف الفيديو اسبقني بالتوزيع. يلا بينا. الاس 2 ادي كده 20. يتفضل كام في الدي؟ 20. يتفضل من ال 22 2. طب مثال تاني يا مستر. نابليون. ايه ده؟ نابليون عرضه الذري كام؟ 41. وزع. هختار الارجون ولا هختار الكريبتون؟ مستر هنختار الكريبتون 36. الله ينور. بعد الكريبتون في مين؟ 5S 4D. وزع وانا معاك. 2 كده 38. هيتفضل كام عشان يبقى 41؟ يتفضل 3. عندنا بيتكلم عن حاجه اسمها العناصر الانتقاليه. مستر العناصر الانتقاليه كلنا سمعنا عنها السنه اللي فاتت في الجدول الدوري. خدنا ان انواع العناصر 4. مين هم؟ خامله، ممثله، انتقاليه رئيسيه، انتقاليه داخليه. خامله، ممثله، انتقاليه رئيسيه، انتقاليه داخليه. يلا بينا نروح نبص على الجدول بسرعه ونشوفهم. انواع العناصر بتاعتنا 4. خامله معظمنا عارفهم، توجد في مجموعه صفريه: هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. طب الممثله عناصر الفئتين الاس والبي للناس اللي ناسيه. الانتقاليه الرئيسيه عناصر الفئه دي توجد في وسط الجدول، والداخليه عناصر الفئه اف توجد اسفل الجدول. والله يا مستر انا مش فاكر شويه. حب الجدول عندنا متقسم ل4 مناطق. مين هم؟ تعال نشوف. منطقه في اليسار، ومنطقه في اليمين، ومنطقه في الوسط، ومنطقه اسفل الجدول. عندك كم مستوى فرعي؟ 4. اس بي جي اف. عندك كم منطقه؟ 4. الاس يسار مجموعتين. اشمعنى الاس اتملى ب2 الكترون؟ البي يمين كم مجموعه؟ 6 مجموعات. اصل البي اتملى ب6 الكترونات. الدي وسط الجدول عناصر انتقاليه رئيسيه. فيها كم عمود؟ 10 اعمده عشان هو يتملى ب10 الكترونات. اف عليكم انزلوا اسفل الجدول صفين. اللانسه نيدات، والاكتي نيدات. الناس اللي فاكره اللي هم ال4 اف وال5 اف، اللي في اخره اف بعتبره انتقالي داخلي. يبقى تاني الوان العناصر حسب وجودها في الجدول 4. خامله واحنا عارفينها من الكورس اللي فات. اللي موجوده في الاس او في البي اسمها عناصر ممثله. اللي موجوده في الدي وسط الجدول دي عناصر انتقاليه رئيسيه اللي هندرسها السنه دي بالتفصيل. اللي موجوده اسفل الجدول كام صف؟ صفين. اللانسه نيدات والاكتي نيدات. يلا بينا قبل ما نخش في الجدول الدوري هنراجع حته صغيره اخدناها في ثانيه مهمه الاسئله بالنظام الجديد. يلا بينا نشوف. ايه ده مستر؟
تحديد مكان العنصر في الجدول. في حاجه اسمها رقم الدوره وحاجه اسمها رقم المجموعه. الناس اللي نست، عندنا يا جماعه اي صف بالعرض كده اسمه دوره افقيه، واي عمود بالطول اسمه مجموعه رأسيه. سيادتك عليك تبقى عارف اي عنصر اعرف رقم دورته ازاي ورقم مجموعته ازاي. يلا نفتكر مع بعض. نمسح تاني. رقم الدورة أكبر رقم بجوار الإس. إيه ده مستر؟ هوزع وأشوف أكبر رقم جنب الإس يبقى ده رقم الدورة. عندي سؤال اتقل شوية. رقم المجموعة من اسمها مجموعة إلكترونات الإس والدي، وأديها الرمز بي بعينتين. تعال نجرب كده في مثال. وليكن عندنا عنصر مين؟ التيتانيوم 22. ركز معايا بس. الخام اللي قبله لو بصيت في ورقتك هتلاقيني كاتب مين؟ يا ارجون يا كريبتون. اكيد مين؟ الارجون 18. 4s 3d. سمي الله كده ووزع معايا بسم الله. 22 ادي 18، الاس بياخد 2 ادي 20. يتفضل في الدي كام يا مستر؟ 2. عاوز اجيب رقم دورته. بص يا معلم، اكبر رقم جنب الاس كام؟ 4. يبقى الدوره بتاعتك الرابعه. طب رقم المجموعه، مجموع الالكترونات اللي على الاس والدي. ادي الاس والدي، هاخد مجموع الالكترونات دي 2 و2 تبقى كام؟ 4. بس خد بالك والنبي بتاخد الرمز بي بعينتين. ايه بي بعينتين دي؟ امي وانا صغير قلت دي كده بي بعينتين ودي كده بي بعين واحده. طبعا دي غلط، هي دي الصح. تعال نروح انا وانت نتاكد في الجدول الدوري. ايه ده مستر؟ ده الجدول الدوري. اي صف بالعرض اسمه دوره افقيه، اي عمود بالطول اسمه مجموعه رأسيه. خدنا السنه اللي فاتت عناصر اليسار واليمين بتاخد الرمز ايه في المجموعات. عناصر وسط الجدول بتاخد الرمز بي في المجموعات. كنا من شويه بنوزع عنصر التيتانيوم 22. بص يا معلم مجموع فين؟ ايه ده مستر؟ ده موجود عندنا في المجموعه 4 بي اللي هي الرابعه، والدوره الكام؟ الرابعه زي ما انا حسبت من شويه. طب خد عنصر كمان وليكن مين يا مستر؟ المنجنيز 25. يلا بينا نوزع. ارجون 18، 4s 3d. وقف الفيديو وحاول تشوف رقم الدوره والمجموعه. عاش يا معلم. يلا بينا. 4s 2 ادي كده 20 ودي 5. رقم الدوره اكبر رقم جنب الاس 4 يبقى الدوره الرابعه. طب وايه المجموعه؟ بجمع الكترونات الاس والدي 2 و5 7 بس بي بعينتين. ايه ده مستر؟ اهو ادي المنجنيز فعلا في الدوره الرابعه. ومجموعتك كام يا معلم؟ ال7 بي زي ما انا جبتها. الدنيا بسيطه ومش مستاهله ما تقلقش. طيب تعالى كده في يا مستر. عندنا بنتكلم عن حاجه اسمها العناصر الانتقاليه، وده الباب بتاعنا او المنهج بتاعنا. العناصر الانتقاليه نوعين، يا اما تبقى رئيسيه زي ما قلنا من شويه. نمسك قلمي بعد اذنك. العناصر الانتقاليه نوعين، يا اما تبقى عناصر انتقاليه رئيسيه ودي عناصر الفئه دي، يا اما تبقى عناصر انتقاليه داخليه ودي عناصر الفئه اف زي ما قلنا من شويه. العناصر الانتقاليه الرئيسيه مكانها فين يا مستر؟ او عناصر الفئه دي توجد في وسط الجدول. طب تبدا من الدوره الكام؟ يلا بينا نشوف مع بعض. الاولى مفيش حاجه ظاهره في النص. الثانيه مفيش حاجه ظاهره. طب الثالثه في ناس بتقول لي اهي، لا يا حبيبي دي ارقام المجموعات. مكانها فين؟ ادي اول عنصر في وسط الجدول، مكانه يبدا من الدوره الرابعه. يبقى تاني، العناصر الانتقاليه الرئيسيه عناصر الفئه دي تبدا من الدوره الرابعه، توجد في وسط الجدول. طب عدد المجموعات اكيد 10 مجموعات او 10 اعمده رئيسيه. ليه يا مستر؟ اصل دي يملى ب 10 الكترونات. تيجي نعد. ادي عمود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى عدد الاعمده كام؟ 10. لو انت معلم تاخد الرمز ايه ولا بي؟ بي بعينتين. يبقى تاني
العناصر الانتقالية الرئيسية توجد في وسط الجدول. تبدأ من الدورة الرابعة. عدد الأعمدة 10، بتاخد الرمز ب بعينتين. ماشي يا مستر. لو أنت ركزت، كل مجموعة عندي عبارة عن عمود ما عدا المجموعة التامنة أهي. كم عمود؟ 3 أعمدة رئيسية، والمجموعة التامنة تشذ 3 أعمدة رئيسية. إيه ده مستر؟ العلماء جمعوا بعض العناصر في مجموعة سموها المجموعة التامنة. زي ما أنت شايف دي المجموعة الوحيدة اللي في الجدول اللي عبارة عن كام عمود؟ 3. اشمعنى؟ خواص العناصر دي زي بعض بالظبط، وده اللي هنتعلمه إن شاء الله مع بعض الحصة الجاية. يبقى تاني، المجموعة التامة تشذ 3 أعمدة رئيسية. طب يا مستر، العلماء هيميزوها عن اللي قبلها واللي بعدها. هل يديها الرمز ب؟ لا، هتبقى 8 وبس. يبقى المجموعة التامة تشذ 3 أعمدة رئيسية، ما تاخدش الرمز ب. طب تعالى نكمل. أنا متوقع يا مستر إن عناصر وسط الجدول مالها يا ابني؟ المفروض أول مجموعة 1 بي. أنا متوقع كده. بص هنا، هل لقيتها 1 بي؟ لا، دي 3 بي. اشمعنى 1 بي غلط؟ تعال نقول لك ليها سببين. الأول 1A 2A 3. إيه ده مستر؟ 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. أول سبب عشان أحافظ على الترتيب. طب بص كده، 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 صفرين. تقصد إيه؟ عشان تحافظ على الترتيب هنا مكتوبة كام؟ 3 بي مش 1 بي. طب ليها سبب تاني؟ بس اتقل شوية. يبقى أول سبب بحافظ على الترتيب. يبقى عندك عناصر وسط الجدول، هل بتبدأ بال1 بي ولا بال3 بي؟ بال3 بي. تنتهي بمين؟ بال1 بي وال2 بي. اشمعنى؟ هنقول دلوقتي مع بعض. أنا عاوز أعرف السبب التاني. يلا بينا نشوف السبب التاني اللي بدأت بال3 بي. نرجع تاني لرقم المجموعة. أول عنصر زي ما شفنا من شوية كان السكنديوم 21. تعال نوزعه. أرجون 18 4 اس 3 دي 2 ادي 20. يتفضل واحد كده 21. رقم الدورة الرابعة. أنا عاوز المجموعة مستر. اجمع إلكترونات الاس والدي. 2 زائد 1 3 بي. هي أول عمود بدأ عندي من 3 بي عشان أحافظ على الترتيب. ده رقم 1. 2 رقم المجموعة مجموع إلكترونات الاس وال دي مع بعض. طب مستر، هل في حالات شاذة في رقم المجموعة؟ يلا بينا نشوف مع بعض. في بعض الحالات الشاذة عندنا في رقم المجموعة. عندي حالتين. أول حاجة بص كده معايا، الدي 6 7 8 المجموعة التامنة. يعني إيه يا مستر؟ احنا لسه قايلين من شوية إن المجموعة التامنة في الجدول الدوري أهي. حديد، كوبالت، نيكل. عبارة عن كام عمود؟ 3 أعمدة رئيسية. ده ب26، ده ب27، ده ب28. الرجالة أو البنات اللي قال لي مش فاهم القاعدة، سمي الله كده وصلي على رسول الله. عايزك تركز بس. هناخد أول عنصر الحديد 26. هنوزعه. مين يعني مستر؟ أرجون 18 4 اس 3 دي 2 ادي 20. يتفضل كام يا معلم؟ 6. أول عنصر الدي بتاعته ب6 والمجموعة بتاعته التامنة. يبقى لما الدي تطلع 6 يبقى المجموعة التامنة. 2 الكوبالت 26. تعال نشوف. عفوا 27. أرجون 18 4 اس 3 دي. يلا نوزع. 2 ادي 20. يتفضل كام؟ 7. دي طلعت في الكوبالت ب7. ما انا قلت لك لو دي ب6 مجموعه تامنه، ولو دي ب7 مجموعه تامنه. طب يلا بينا نشوف النيكل. ان اي 28. ارجون 18 4 اس 3 دي 2 8. الدي بتاعته بكام؟ ب8. ما ده اللي قلناه يا ابني. لو دي طلعت ب6 او دي طلعت ب7 او دي طلعت ب8 تبقى عافيه المجموعه كام؟ التامنه.
الدنيا سهله باذن الله. طب في حاله كمان شاذه مستر، يلا بينا نشوفها. لما يبقى دي 10 تاني، لما يبقى دي 10 لو عدى عند حساب رقمي المجموعه، مش فاهم. عندك مثال الخرسين زدين 30 والنحاس 29، وزع ده وده قدامك، ويلا بينا نروح نبص عليهم في الجدول. ادي النحاس 29، مجموعتك مين يا معلم؟ 1 بي. هنوزع النحاس كده، سي 29، ارجون 29 مش 24، خد بالك 4 اس 3 دي 2 9. هل ده صح؟ غلط يا مستر، ده شاذ. طب انا اعرف الشاذ ازاي؟ لما يبقى دي 9 او 4 باخد واحد من الاس، يبقى ادق. يبقى ده واحد وده كام يا معلم؟ 10. لما يبقى دي 10 هل بتعده في رقم المجموعه بتحسبه؟ للاسف لا، بيفضل موجود بس للاسف ما بيتعدش في رقم المجموعه. يبقى رقم مجموعتك كام؟ 1 بي بس، زي ما كاتب في الكتاب. طب يلا بينا نوزع الخرسين ونشوفوه. الخرسين زد ان 30، ارجون 18، 4 اس 3 دي 2 10. احنا قلنا لما تبقى دي 10 هل بتحسبها؟ لا. طب مجموعته مين؟ الاس عندها 2 تبقى 2 بي زي ما الكتاب قال. عشان كده عناصر وسط الجدول بتبدا بال 3 بي وتنتهي بال 1 بي وال 2 بي. ودي بالنسبه لنا حته جديده ما كناش مركزين عليها في منهج السنه اللي فاتت. ماشي يا مستر. في تكه صغيره موجوده عندك في كتاب المدرسه، العناصر الانتقاليه الرئيسيه توجد في وسط الجدول تبدا من الدوره الرابعه. اول عنصر اسمه سكندري يظهر بعد مين؟ مين اللي قبله؟ بعد عنصر الكالسيوم سي 20. يبقى العناصر الانتقاليه تظهر بعد عنصر الكالسيوم سي 20. دي معلومه برضو جديده بالنسبه لك. العناصر الانتقاليه عندنا نوعين. قلنا من شويه انتقاليه رئيسيه عناصر الفئه دي، وانتقاليه داخليه عناصر الفئه اف، اللي هم صفين اللانسا نيدات والاكتينيدات مكانهم اسفل الجدول. ماشي يا جماعه. تم المدرسه قال لي خد بالك، عدد العناصر الانتقاليه اكتر من عدد العناصر الانتقاليه اكتر من 60 عنصر معروف. تعالوا نروح نبص في الجدول نشوف الكلام ده صح ولا غلط. ادي الجدول بتاعنا. العناصر الانتقاليه زي ما بيقول لك اكتر من 60 عنصر معروف. في ولد او بنت بص للجدول قال لي يا مستر في غلطه في الجدول، تعال نشوف يا معلم. قال لي يا مستر بص كده، عد دول هتلاقيهم 10. مش دول اللي في وسط الجدول؟ عد دول، قال لي هتلاقيهم 10. طب عد دول، قال لي هتلاقيهم 10. عد دول، المفروض هتلاقيهم 10. بس في عنصر الكتاب هنا مش كاتبه، المفروض عدده الذري 112. يبقى دول كام؟ 40. بس الكتاب كتب اكتر من 60 عنصر معروف. يقصد بيهم ايه هنا يا جماعه؟ يقصد بيهم هنا العناصر الانتقاليه الرئيسيه والداخليه. ليه؟ الانتقاليه يا تبقى رئيسيه يا تبقى دول 40. انا معاك. طب بص تحت، 14 عنصر في اللانسانيدات و14 عنصر في الاكتينيدات اللي هي عناصر فيها مين؟ اف. لو انت جمعتهم 40 و14 و14 يطلعوا 68. يبقى فعلا هم اكتر من 60 عنصر معروف. طب يا مستر العناصر الانتقاليه الرئيسيه، العلماء بيقول لنا حاجه صغيره قسموهم لحاجه جديده سمعتوها في سنه ثانيه اللي كان مذاكر في ثانيه، لسلاسل انتقاليه. طبعا في الف هنا 4 سلاسل انتقاليه، سلسله انتقاليه اولى، سلسله انتقاليه ثانيه، سلسله انتقاليه ثالثه، وبعدين الرابعه. تعالى ناخدهم على جنب ونشتغل بيهم لوحديهم. السلاسل الانتقاليه الرئيسيه مالها يا مستر؟ توجد في وسط الجدول. عندك كام سلسله؟ 4 سلاسل انتقاليه رئيسيه. عايزين نحفظ الرجاله والبنات البدايه والنهايه.
اول سلسله تبدا بعنصر اسمه السكنديوم، وده معدن مهم في صناعه بعض الطيارات الحربيه زي طياره اسمها طياره الميج المقاتله، وتنتهي بعنصر خرسين معظمنا عارفه. طب ديت تبدا بعنصر اسمه واي. مين واي؟ يوتيريوم. اسمه ايه يا مستر؟ يوتيريوم. قولوا معايا اسمه ايه؟ يوتيريوم. تنتهي بعنصر اسمه سي دي. مين سي دي ده؟ عنصر الكادميوم. تبدا بلأ. هو مين لأ؟ عنصر اللانسينيوم. تنتهي بالزئبق اتش جي. طب هنا كتاب المدرسه ما اتكلمش عن اخر سلسله، قال لي في سلسله اسمها السلسله الرابعه، بس ما اتكلمش عن البدايه والنهايه. يلا بينا نبص. تبدا بعنصر اسمه اكتف، لا اسمه عنصر اكتينيوم. تنتهي بمين؟ دي فاضيه. تنتهي بعنصر عرضه الذري 112، ومش عليك الاسم بتاعه. يبقى تاني عليك بدايه كل سلسله ونهايتها. طب ماشي يا مستر، السلسله الانتقاليه الاولى مكانها في الدوره الاولى اكيد غلط. عناصر وسط الجدول تبدا من الدوره الرابعه. اكيد اول سلسله مكانها في الدوره الكام؟ الرابعه. طب والسلسله الثانيه في الدوره الكام؟ الخامسه. طب والثالثه في الدوره الكام؟ السادسه. والاخيره في الدوره السابعه. طب ماشي، تعالي انت هنا شويه. يتبع فيها ملء المستوى الفرعي من بالالكترونات. الكتاب قال لي 3 دي. في ولد او بنت قال لي مش فاهمها يا مستر. بصوا بقى الرجاله والبنات، عاوز تفهم الحته دي تعالى نوزع. طب اوزع ازاي؟ ادي اول سلسله، اول عنصر اسمه السكنديوم، عرضه الذري 21. هنكتبه. بص في الورقه بتاعتك، ينفع الارجون ولا الكريبتون؟ لا يا مستر الارجون. يلا يا معلم، ارجون 18 4 اس 3 دي. اشتغل معايا. هيبقى 2 ادي 20. يتفضل واحد. ده اول عنصر يا مستر مليت فيه 3 دي بواحد. الله ينور. طب اللي بعده تيتانيوم 22. وزع. مين؟ ارجون 18 4 اس 3 دي. 2 ادي 20. يتفضل 2 اهي. تاني عنصر كملت في الدي، زودت على الدي واحد بقى 3 دي كام؟ 2. طب خد المين؟ خد الاخير زد ان 30. مش هي تبدا من السكنديوم لغايه مين؟ الخرسين. وزع. ارجون 18 4 اس 3 دي. 2 ادي 20. يتفضل 10. ايه معناها يا مستر؟ يا ابني معناها ان من اول عنصر اللي هو السكنديوم مليت ال 3 دي بواحد لغايه اخر عنصر في الدوره عندي او السلسله، كل شويه عمال ازود في الدي الكترون، ازود في الدي الكترون. معنى كده ان عناصر السلسله الانتقاليه الاولى بملى فيها المستوى الفرعي مين؟ 3 دي بالالكترونات من اول واحد لغايه 10. طب السلسله الانتقاليه الثانيه، تعال نشوف الكتاب بيقول لي ايه. يتبع فيها ملء المستوى الفرعي 4 دي بالالكترونات. اشمعنى 4 دي؟ يا عم سهله. وزع اول عنصر مين يا ابني؟ واي يوتيريوم 39. بص في الورقه، ارجون ينفع ولا كريبتون؟ كريبتون. عاش يا معلم. كريبتون كام؟ 36 5 اس 4 دي. 2 ادي 38. يتفضل واحد. اول عنصر مليت مين؟ ال4 دي بواحد. الله ينور. طب اللي بعده مين؟ زكريا زد ار 40. طبعا عفوا ما اسموش زكريا، انا بدلعه شويه، اسمه عنصر الزركونيوم، مش عليك اسمه. كريبتون 36 5 اس 4 دي. 2 38. يتفضل 2. تاني عنصر حطيت في الدي 2. معنى كده ان هفضل امشي املى في الدي من واحد لغايه لما اوصل لمين؟ للكادميوم اخره 10. يبقى تاني في السلسله الاولى حامله 3 دي بالالكترونات، طب في الثانيه حامله ال 4 دي، اكيد اللي بعد منها 5 دي، اكيد بعد منها 6 دي. يبقى كمان مره، عندك كام سلسله انتقاليه؟
4 سلاسل انتقاليه، سلسله انتقاليه اولى، ثانيه، ثالثه، رابعه. الاولى بملى فيها 3 دي، والثانيه 4 دي، واللي بعد منها 5 دي، 6 دي. بعد اذنك ايدك كده معايا هتقول له قول لي عليه. 3 دي، 4 دي، 5 دي، 6 دي. قول معايا 3 دي، 4 دي، 5 دي، 6 دي. مش فاهم انا عارف. 3 دي، 4 دي، 5 دي، 6 دي. تقصد ايه يا مستر؟ سلسله انتقاليه اولى، ثانيه، ثالثه، رابعه. السلسله الانتقاليه الاولى بملى فيها ال 3 دي بالالكترونات، والثانيه 4 دي بالالكترونات، والثالثه 5 دي بالالكترونات، والرابعه 6 دي بالالكترونات. كده سيادتك اسرع ما توزع. انا بوزع عشان اقدر استنتج ان الكلام ده صح. تعال نحل حبه اسئله. في البدايه سؤالين مصطلح. جماعه الطبيعي ان اي مدرس او انت كطالب بذاكر الاسئله الطبيعيه. مستر ده مصطلح بالنظام القديم. المصطلح ده هيساعدك في حل مسائل او اسئله النظام الجديد بعد اذنك. انا بذاكر طبيعي بالنظام القديم واتعلم احل بالجديد. تعالى كده معايا. بيقول لك عناصر يتتبع فيها امتلاء المستوى الفرعي 3 دي بالالكترونات. 3 دي، 4 دي، 5 دي، 6 دي. 3 دي يبقى الاجابه سلسله انتقاليه اولى. طب هنا عناصر يتبع فيها ملء امتلاء المستوى الفرعي 5 دي، 3 دي، 4 دي، 5 دي. العنصر لتوزيعه اللي قدامك ده مين في دول صح عليه؟ وقف الفيديو حاول تحل. يلا بينا. عندي 5 دي، 3 دي، 4 دي، 5 دي. دي سلسله انتقاليه كام؟ 3 يا مستر. ثالثه، فدي الاجابه. الله ينور. طلع لي ولد او بنت كان مذاكر زياده في ثانيه. قال لي يا مستر بعد اذنك مش هنا في 4 اف؟ قلت له اه. قال لي ال 4 اف المفروض انتقالي داخلي او لان سندات. ليه دي غلط؟ بص لي بقى. هنكتب مع ملحوظه في الوش، في الصفحه اللي في الوش، في كراستك ودبسها في المذكره عندك. ايه يا مستر الملحوظه دي؟ لما يبقى الاف 14 هعمل ايه يعني؟ نشطبه. تاني، لما يبقى الاف 14 اشطبه كانه مش موجود. زي ده. فما ينفعش تقول لي فيه انتقالي داخلي. طب لو سمحت، طب امتى اعرفه ان هو في الاف؟ اتقل. يبقى اكتب عندك لما يبقى الاف 14 اشطبه، ولما يبقى الدي 1 برضه نشطبه. تاني، لما يبقى الاف 14 نشطبه، لما يبقى الدي 1 اشطبه. تعالى هدي لك مثال. 6 اس 2، 5 دي 1، 4 اف 7 بنفس الاختيارات. فالطالب يقول لي انتقالي سلسله انتقاليه ثالثه. للاسف اجابتك غلط. ليه يا مستر؟ بص يا حبيبي انا قلت لك ايه؟ لما يبقى دي 1 اشطبه كانه مش موجود، يبقى انا شغال على الاف. يبقى ده انتقالي داخلي او لان سندات. وده كان في منهج سنه ثانيه، وده مش موضوعنا السنه دي. يلا بينا نشوف العلماء يعملوا فينا ايه. ايه ده؟ قبل العلماء في حاجه اسمها قانون عام للتوزيع الالكتروني. ايه القانون العام ده؟ تعال نشوف. ركز معايا عشان الاختيارات هتساعدك بيه. دايما بنقول 4 اس بعد منها 3 دي، ولو قلنا 5 اس بعد منها 4 دي. فالعلماء قال لك سهله، ادي الاس وادي الدي. الاس قبل منه ان. مين ان دي؟ نمبر، رقم. لو انت مذاكر من سنه ثانيه الان عباره عن عدد الكم الرئيسي. يبقى مين الان؟ ده نمبر او عدد كم رئيسي. نمبر رقم وخلاص. هل دي بتاخد نفس النمبر او نفس الرقم؟ اللي بيفهم قال لي لو دي 4 دي 3، ولو دي 5 دي 4. هل نفس الرقم؟ لا. امال ماله يا ابني؟ فالطالب قال لي نفس الرقم غلط. هنطرح من الرقم دايما 1. لو هنا 5 هنا 4، ولو هنا 4 هنا 3. واحد قال لي عيد. ما تيجي نطبق في مثال تاني. 6 اس يبقى الدي هكتب قبل منها كام؟ دي 6. 6 ولا 5؟ 5. فبقول الدي الرقم اللي قبل منها نفس الرقم بتاع الاس بس بطرح منه 1. طب يلا بينا دي 7 اس. الدي هل 7 ولا 6؟ 6 يا مستر. ودي بتخليك باور سرعه شويه.
او هنشوفها بتعمل معايا ايه في الاختيارات. القانون ده مهم جدا عشان الاختيارات. لو انت ازهري يقول لك اذكر القانون العام لتوزيع العناصر الانتقاليه الرئيسيه، بكتب القانون ده. ايه ده؟ مدرسين الجيولوجيا او عفوا علماء الجيولوجيا لقوا في الارض بعض المركبات، لقوا في الطبيعه بعض المركبات، بسرعه بعتوها علماء الكيمياء. علماء الكيمياء حللوها عارفوا هي مين. كويس. ده كمان حسبوا فيها عدد التأكسد. عدد مين يا مستر؟ التأكسد، اللي هو مجازا التكافؤ يعني يا حبيبي. ماشي يا مستر. عفوا. بعد كده هيقعدوا مع بعض يعملوا مقارنة بين 3 حاجات. مين هما؟ عدد التأكسد، التوزيع، رقم المجموعة. يعملوا مقارنة بين 3 حاجات، عدد التأكسد والتوزيع ورقم المجموعة. هيوصلوا للاستنتاج، والاستنتاج ده أكيد محتاج تفسير. سيادتك في جدول موجود في كتاب المدرسة على عناصر السلة الانتقالية الأولى، مركباتها، أعداد تأكسدها في الطبيعة، رقم المجموعة وتوزيعها. اللي أنت مطالب بيه الاستنتاج والتفسير. لو الأسئلة خبيثة، وده اللي حصل السنة اللي فاتت والسنين القديمة أصلا، حتى لو أنت أزهري، لا، مطالب بالمقارنة أو الجدول اللي قدامي. تعالوا مع بعض نشوف الجدول وبعدين نعرف خلاصته إيه. يلا بينا، هات لي جدول علماء. أهو. إيه ده؟ سكنديوم، تيتانيوم، فاناديوم، كروم، منجنيز، حديد، كوبالت، نيكل، نحاس، خرسين. ممكن بعض الولاد او البنات يسطر ورقه بسرعه زي ما انا عامل. العنصر، ال10 عناصر دول بتوع السلسله الاولى، توزيعه، رقم المجموعه، عدد التأكسد. وممكن تكتب في الوش عندك كمان ان رقم المجموعه عباره عن ايه؟ مجموعه الكترونات اس ودي وجنبها الرمز بي. يلا بينا يا معلم. هنوزع بسرعه العناصر قدامي. سكنديوم 21، 18 يبقى هنا 22، يتفضل كام؟ 1. رقم المجموعه بجمع الكترونات الاس والدي يبقى 3 بي بعينتين. طب هنا تيتانيوم 22 وزع، ارجون 18 2 2. رقم المجموعه بجمع الالكترونات تبقى ال4 بي. 23 2 3 رقم المجموعه 5 بي. سيارة 24 2 4 غلط. ليه؟ شاذ. لما يبقى دي 4 أو 9 باخد 1 من الاس، يعني اكتبها ازاي؟ 1 5. طب رقم المجموعة بجمع ال1 وال5 يبقوا 6 بي. المنجنيز 25 2 5 المجموعة 7 بي. الحديد 2 ادي 20 26 المجموعة 8 بي. غلط. ليه يا مستر غلط؟ المجموعة تم تشذ. 3 أعمدة رئيسية كلنا أخدنا من شوية. لما يبقى الدي 6 7 8 المجموعة التامنة. لو أنت نسيت أو أنت نسيتي اكتبها عندك في الوش. الدي 6 7 8 المجموعة التامنة. الدي ب6 يبقى المجموعة بتاعتك الكام يا معلم؟ التامنة. طب هنا 2 7. طب الدي ب7 يبقى المجموعة بتاعتك الكام؟ التامنة. النيكل 2 8 ده 28. الدي ب8 يبقى المجموعة الكام؟ التامنة. طب يلا بينا. النحاس 29 2 9. واحد قال لي غلط. ليه؟ الدي 9 4 بس اخد 1 من الاس، يعني تبقى كام؟ هتبقى دي ب1 ودي ب10. واحد قال لي 11 عندك. لما اجي اكتب رقم المجموعه لما يبقى دي 10، حبيت تزودها في الوش يا ريت لو انت نسيت. لا يعد عند حساب رقم المجموعه. لما يبقى دي 10 ما بحسبوش
عند حساب رقم المجموعة. دي 10 هل بتحسبه؟ لا. هكتب ايه؟ 1 بس بي. طب هنا زد ان 30 2 10. ادي 10 هل بتحسبه في رقم المجموعة؟ لا، فبكتب 2 بي. في أزمة عندك؟ طب يلا بينا. بعد كده هناخده أعداد التأكسد. ايه اللي هيحصل عشان العلماء يسجلوا أعداد التأكسد؟ يلا بينا نشوف العلماء هيعملوا ايه. حساب عدد التأكسد. الرجالة أو البنات عدد التأكسد ممكن تكتب جنبه تكافؤ. شغل إعدادي. أتمنى الناس اللي قدامي تكون سمعت الفيديو بتاع تأسيس عدد التأكسد أو تكون أخداه في سنة تانية، هترتاح دلوقتي قوي. هناخد أول عنصر، هو مين يا ابني؟ سكنديوم 21 أهو. أنا هشتغل على السكنديوم. علماء الجيولوجيا دوروا على مركبات السكنديوم في الأرض، لقوا إنه ممكن يبقى كده وممكن يبقى كده. جماعة عدد التأكسد ممكن تحسبه بدلالة السين، تكتب دي 2 س صح؟ أو عدد التأكسد مجازا هو التكافؤ. ماله يعني؟ ده عبارة عن تبديل تكافؤ. بص كده يا معلم، ممكن أكتب 2 س وأعوض طبيعي، أو هقول إن الأكسجين ثنائي يبقى السكنديوم ثلاثي. بس يبقى أنت ثلاثي. تعالى هنا، الكلور أحادي والواحد ما بيتكتبش، يبقى السكنديوم ثلاثي. ودي أسهل طريقة لو أنت ما سمعتش حصة أعداد التأكسد. طب أنا سمعت، ممكن تحسبها بالسين، س زائد اللي جنبها بصفر. كلنا عارفين إن الكلور بسالب 1، يبقى 3 في سالب 1. هودي بعكس الإشارة، يبقى السين بموجب كام؟ 3. يبقى عدد تأكسد السكنديوم في كل مركباته الثلاثي، أو الأصح بكتب موجب 3. فعلماء الجيولوجيا وعلماء الكيمياء سجلوا عند السكنديوم موجب 3. طيب خد عنصر كمان وليكن تيتانيوم. رمزه ايه ده؟ تي يا معلم. عنده 3 مركبات مجازا. بعد اذن الرجاله او البنات اكتب ال3 مركبات عندك، هتحسبهم من نظام تبديل التكافؤ او احساب دلاله السين. الكلور احادي يبقى ده ثنائي، يبقى ده اكيد بموجب 2. هنا الكلور احادي يبقى ده ثلاثي، اكيد بموجب 3. الكلور احادي يبقى ده رباعي، يبقى ده بموجب 4. عفوا، هنسجل هنا موجب 2 موجب 3 موجب 4. طبعا بعض الطلبه بتسال نفسها سؤال، مستر هو ليه السكنديوم مش زي التيتانيوم عنده موجب 2 او موجب 4؟ ده سؤال هيسالوه العلماء او هيحطوا له تفسير او يعرفوا الاجابه بتاعته ايه. حسبني شويه مع العلماء صحابي بتوع الجيولوجيا والكيمياء، هنحط انا وهم بسرعه كل اعداد التاكسد للعناصر دي، وبعدين نحاول نعمل مقارنه بين عدد التاكسد، رقم المجموعه، والتوزيع. يلا بينا، هقعد انا واصحابي وانت يلا بينا تعالى ايه؟ استنتج معانا. ايه ده مستر؟ بسرعه قوي. طبعا الرجاله والبنات عندنا 4 استنتاجات. كام استنتاج يا مستر؟ 4. المفروض انت هتبص للعناصر اللي قدامك ديت وتحاول تطلعهم، ده المفروض موجب. تحاول تطلعهم. هساعدك انا في اول 2 وانت تحاول تسبقني. مكتوب ايه يا مستر؟ تعدد حالات تأكسد العناصر الانتقاليه. مش فاهم. بص يا معلم، وانا في اولى اعدادي قالوا لي التالي ان الصوديوم احادي والمغنيسيوم ثنائي، بس خد بالك ان الحديد والنحاس ليهم اكتر من تكافؤ. يعني مثلا النحاس عندنا اهو ليه تكافؤين، يا اما احادي يا اما ثنائي. ده كده ليه اكتر من تكافؤ او اكتر من عدد تأكسد. طبعا التكافؤ طالعه مظبوطه قوي. ايه ده؟ النحاس ليه اكتر من تكافؤ، ليه تكافؤين صح؟ عناصر حبيب الانتقاليه بتوع السلسله الاولى كلها ليها اكتر من تكافؤ او ليها اكتر من حاله تأكسد.
النحاس زي ما خدت زمان احادي وثنائي مش زي الصوديوم. طب استنى، بص كده، التيتانيوم معدن الطيارات والصواريخ، العنصر ده ماله؟ في منه ثنائي، منه ثلاثي، منه رباعي، ده كده اسمه تعدد. طب بص كده، عنصر زي المنجنيز اهو Mn، في منه ايه؟ منجنيز اهو، ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي وسباعي. ايه ده؟ العناصر الانتقاليه في السنه الاولى زي ما انت شايف تتميز بتعدد حالات تاكسدها. يعني ايه تعدد؟ ليها تكافؤات كتير، اشمعنى؟ اكيد ده اول سؤال. ادي الاستنتاج الاول، محتاج له تفسير. الله ينور. طب بص كده، كل العناصر عندها تعدد. انا عارف ان انت عينك او عينك صقر. مين هنا من اللي قدامي ما عندوش تعدد؟ ركز وانا معاك. سامعك واحد قال لي مستر السكنديوم موجب 3 بس. الله ينور. فبكتب رقم 2 السكنديوم موجب 3. في حد تاني؟ فين يا ابني؟ اهو قال لي والخرسين. والخرسين موجب 2. هل دول عندهم تعدد؟ لا. اشمعنى؟ اكيد ده سؤال محتاج له اجابه. يبقى تاني، كل عنده تعدد ما عدا مين؟ السكنديوم موجب 3 والخرسين موجب 2. في سؤال، اشمعنى السكنديوم ملوش موجب 2؟ ايه ده؟ لو انت بصيت هنا عند كل العناصر كلهم عندهم موجب 2 ما عدا السكنديوم. اشمعنى انت ما عندكش موجب 2؟ اكيد دي اجابه محتاجه تفسير، هنشوفها انا والعلماء ونقول لك عليها دلوقتي مع بعض. بس الاول طلع الاربع استنتاجات. اول استنتاج، في تعدد في حالات التاكسد او التكافؤات، صح. الثاني، في عناصر ليها حاله تاكسد واحده او تكافؤ واحده، زي مين؟ ودول حفظ. السكنديوم موجب 3، وتقول معايا السكنديوم موجب 3 والخرسين موجب 2. بما انهم حفظ هنزود عليهم تكه. ايه يا مستر التكه دي؟ النحاس موجب 1 موجب 2 عنده تعدد طبعا، بس انا عاوز احفظها كلها على بعض. دول ما عندهمش تعدد، انما النحاس عنده. انا عارف. سمع معايا الجمله دي، السكنديوم موجب 3 والخرسين موجب 2 والنحاس موجب 1 موجب 2. طيب لو سمحت، في كمان استنتاج. بص كده لعدد التأكسد ووصل الاستنتاج واحنا معاك. الله ينور. ايه ده؟ في ولد او بنت قال لي يا مستر خد بالك، عدد التأكسد كان عمال بيزيد في المنطقة الزرقاء دي، موجب 3 موجب 4 موجب 5 موجب 6 موجب 7. عدد التأكسد عمال بتزايد. بعد كده ابتدت ايه؟ موجب 6 موجب 4 موجب 4 موجب 2 موجب 2، ابتدت تقل. كانت بتزيد بعدين بدأت تقل. ايه اللي خلاها تقل؟ يبقى دي رقم 3 عندنا كاستنتاج. أعداد التأكسد كانت بتزيد من أول السكنديوم لغاية مين أكبر واحد فيهم؟ المنجنيز. بكام يا مستر أقصى رقم؟ موجب 7. يبقى عدد التأكسد بيزيد من أول السكنديوم لغاية أكبر عنصر هو مين؟ المنجنيز. أكبر رقم عنده بكام؟ بموجب 7. بعدين بدأت تقل في الجزء الأحمر اللي تحت مرة تانية. إيه اللي خلاها تقل ما زادتش؟ هنشوف مع بعض أنا وأنت والعلماء بتوعنا. فاضل لي واحدة كمان. يبقى تاني، عدد التأكسد قلنا ماله؟ كان بيزيد من السكنديوم لغاية مين؟ المنجنيز. الكبير منجنيز بموجب 7. ايه اللي خلاه يقل؟ ده محتاج تفسير من العلماء، هنشوفوه مع بعض كمان شوية. آخر حاجة مكتوب ايه؟ عدد التأكسد لا يتعدى رقم المجموعة. مش فاهم. بص كده يا حبيبي، أقصى عدد تأكسد عندنا، الأصح مش عدد تأكسد، أقصى عدد تأكسد لا يتعدى رقم المجموعة. ازاي؟ ده موجب 3، هل عدى رقم المجموعة؟ لا. ده موجب 4، هل عدى رقم المجموعة؟ لا. ده موجب 5، هل عدى رقم المجموعة؟ لا. ده موجب 6، هل عدى رقم المجموعة؟ لا. موجب 7، هل عدى رقم المجموعة؟ لا. واحد قال لي اهو موجب 6 عداها، لا. ما بيعديش رقم المجموعة، ينفع يبقى أقل. موجب 6، هل عدت رقم المجموعة؟ لا. ركز كده، كل عدد التأكسد هنا ما ينفعش يعدي رقم المجموعة ما عدا عنصر واحد. هوسع لك، حاول تركز تجيبه لي. مستر اهو فين؟ النحاس. مجموعته ال1 بي عنده موجب 1 وعنده موجب 2. المفروض النحاس
1B يبقى موجب واحد بس، لان انا في الطبيعه من وانت في اعدادي او ابتدائي عارف النحاس احادي وثنائي. اشمعنى النحاس عدد تأكسده اكبر رقم عدى رقم المجموعه؟ الاجابه لانه عنصر شاذ. دي الاجابه اللي عليك. يبقى كده عندنا كام حاله يا معلم؟ كام استنتاج؟ 4. 1 عدد التأكسد اللي يتعدى رقم المجموعه. عفوا 1 عدد تعدد حالات تأكسد العناصر الانتقاليه في السلسله الاولى، تكافؤاتها كتير. 2 حفظ. سمعها معايا. السكنديوم موجب 3 والخرسين موجب 2. سمع. السكنديوم موجب 3 والخرسين موجب 2 والنحاس موجب 1 موجب 2. الكبير منجنيز موجب 7 يا لطيف. ايه؟ الكبير منجنيز موجب 7 يا لطيف. اللي انا بقوله السطر ده هيساعدك في الحل. اقصى عدد تأكسد عمره ما بيعدي رقم المجموعه ما عدا عنصر واحد، النحاس او مجموعه ال1 بي. عدد تأكسدها موجب 1 وموجب 2. ليه عند الناس كلها طلب؟ هتيجي في الوش تكتب عندك الوحيد وطلع منه دايره. ايه الوحيد ده؟ الوحيد اللي على السبوره عنده موجب 1 هو مين؟ النحاس. الوحيد اللي على السبوره هنا ما عندوش موجب 2 هو مين؟ السكنديوم. اكيد انا محتاج تفسير. تعالى كده. الوحيد يا معلم في الوش واعمل 3 اسهم. 1 الوحيد اللي عنده موجب 1 النحاس. الوحيد اللي ما عندوش، اكتب اللي ما عندوش موجب 2 السكنديوم هو رمزه اس سي. طب ايه دي؟ هنشوفه بعد ما اخلص. هنرجع تاني ونحاول نحط تفسير. ايه ده مستر؟ عندك ادي ال4 استنتاجات، هنقعد مع العلماء ونحاول نحط تفسير لكل استنتاج من دول. اول استنتاج تعدد حالات تأكسد العناصر الانتقاليه الرئيسيه. سيادتك هتعمل ايه؟ هنسيب السؤال شويه ونحاول نوزع ده في كراستنا. الحديد 26 عايزك توزع مين؟ الايون. عرفت ازاي انه ايون؟ مكتوب عليه موجب، يبقى اكيد طالما عنده شحنه يبقى ايون. موجب 3 يعني فقط كام الكترون؟ 3. شبان وبنات بعد اذنك حاول توقف الفيديو وتوزع وانا مستنيك يا عم. اول حاجه عشان توزع هتوزع لي مين؟ الذره اف اي 26. بعدين هتوزع الايون موجب 3. انا مستنيك ما تقلقش. يلا بينا. ادي اف اي 26 ارجون 18 فور اس 3 دي 2 ادي 20. اتفضل هنا 6. طب لو اف اي موجب 3 26 يلا نوزع. ارجون 18 فور اس 3 دي. بص الطلبه الجميله هنغير لك اللون. هتكتب كام؟ موجب 3 يعني فقط 3. هفقد 3 ازاي؟ قال لي 2 3. عاش يا معلم الله ينور. للاسف اجابتكم كلكم غلط. ايه ده؟ الا من رحم ربي. غلط طبعا. انا مش فاهم. ده الطالب. ركز معايا عشان تفهم. اولا رجاله وبنات الذره عندها سيستم اسمه سيستم فقد. يعني ايه سيستم فقد؟ تعال نشوف. هنرجع لاعدادي الزمن الجميل. ان 11 2 8 1. ذره الصوديوم لما تيجي تفقد عشان تبقى شبه الغاز الخام هتفقد الكترون. هتفقد من الاثنين ولا من الواحد؟ سامعك. في ناس بتقول يا مستر الطبيعي انها هتفقد منين؟ من الواحد اللي بره. صح. اشمعنى فقد من ده؟ الواحد اللي بره يبقى اكيد عشان ده المستوى الخارجي. كمان مره اي ذره في الدنيا بتفقد عشان تبقى شبه الغاز الخامل. عندها سيستم فقد. لما تيجي تفقد منين؟ تفقد من المستوى الخارجي للذره. بتفقد دايما من المستوى اللي بره. طب تعالى هنا.
استاذنك همسح العك اللي انت عملته ده بتاع الايون. بص الحديد 4S، 4S معناها المستوى الرئيسي الرابع، 3D معناها المستوى الرئيسي الثالث. كلنا اخدنا السنه اللي فاتت ان انا بملى ال 4S قبل ال 3D بسبب حاجه اسمها تداخل اوربيتال، وقعدنا فيها ترم كامل بتشرح تمام فوق راسي. بس اوعى تنسى الذره لما تيجي تفقد بتفقد دايما من المستوى الخارجي. يعني ايه يا مستر؟ حبيبي الحديد عنده 4 مستويات، اخرك المستوى الرئيسي في رايك الرابع ولا الثالث؟ واحد قال لي 3D. يا ابني بالراحه، انا ساكن في بيت 4 ادوار، انا ساكن في الدور الرابع وانت ساكن في الثالث، مين فينا ساكن في الاخير؟ اكيد انا، عشان انا ساكن في الدور الرابع. هنا ده المستوى الرئيسي الرابع وده المستوى الرئيسي الثالث. الذره دايما لما تيجي تفقد من المستوى الخارجي. من الخارجي الرابع ولا الثالث؟ اكيد الرابع. عاوز اوزع ايون الحديد موجب 3، بوزع الذره 26 ارجون 18 4S 2 3D كام؟ 6. هفقد 3 راجع كاتب كده ارجون 18 4S 3D. افقد من دي غلط، بفقد من المستوى الخارجي اللي هو ال 4S. هفقد من الاس 2 بقت 0. انا عاوز افقد 3، هفقد من دي كام؟ 1 تبقى 5. عندي سؤال ثانيه واحده، يبقى الذره بتفقد 2 من الاس 1 من الدي، يبقى احط مكان الاثنين في الاس اكتب 0 دي ال 1 يبقى 5. في بعض الطلبه بتسال هو لازم اكتب 4S 0؟ حبيبي لو انت بتكتب اسهلك اكتب ال 4S 0. لو هو بيسالك وطيب هيحط لك ال 4S 0. لو رخم عليك مش هيكتب ال 4S اصلا. ليه؟ عشان يلخبطك. معنى ال 4S مش مكتوبه يعني هو بيزاولك شويه، بس اكيد لو مش موجوده اكيد ال 4S فقدت الالكترونات بتاعتها. يبقى تاني هتوقف الفيديو بعد اذنك وتوزع لي FE موجب 3. اول حاجه بعمل ايه يا مستر؟ هوزع ال FE. طيب بعد كده هوزع الايون بتاعها موجب 3. طب ما ناخده مثال تاني. هتقول ايه يا ابني؟ ال MN 25 هتعمل ايه؟ اول حاجه هتعملها هتوزع لي الذره، بعدين توزع لي الايون موجب 2. وقف الفيديو وانا مستنيك. تعال نشوف التوزيع اهو. ادي الذره 25 ارجون 18 4S 2. ادي كده 20 يتفضل كام؟ 5. عاوز اوزع الايون موجب 2 يعني فقد 2. هفقد من دي غلط، بفقد من 4S عشان ده المستوى الخارجي. يلا بينا نفقد 2. هفقد من الاس 2 بقت 0 والدي كام؟ 5. طب استنى، سيادتك وزع لي المنجنيز موجب 3. مش هفقد من دي، دايما بفقد من الذره. هقول ارجون 18 4S 3D. وزع وانا معاك. هفقد من دي 2 بقت 0. طب هو هفقد كام؟ 3. يبقى من هنا 2 ومن هنا 1 تبقى دي 4. في ولد قال لي شاذ، كلامك غلط بس انا معاك. لو ده فرضا زي ما انت بتقول خد من الاس 1، هل الاس عنده حاجه؟ لا، يبقى ما ينفعش. تعال نجاوب سؤالك. تعدد حالات تأكسد العناصر الانتقاليه، ليه؟ عندها حالات تأكسد كتير، ليه تكافؤاتها ياما يا عم؟ تعال نشوف الاجابه عندك. الاجابه لانها تفقد الكترونات 4S اولا. بتفقد مين يا مستر؟ الكترونات 4S اولا، والدليل على كده ان كلهم عندهم موجب 2. باين 24 كلهم عندهم موجب كام؟ 2. ليه؟ بيفقدوا 2 الكترون بتوع الاس. ثم 3D. يبقى علل او فسر تعدد حالات تأكسد العناصر الانتقاليه في السلسله الاولى لانها بتفقد الكترونات 4S لانه المستوى الخارجي، ثم يفقد الكترونات 3D عشان كده تكافؤاته كتير.
عشان المستويين دول قريبين من بعض في الطاقة، فبتطلع الكترونات الاس وبعدين الدي. تعال نشوف الاستنتاج التاني. سمعوا كده معايا. ايه ده؟ قلنا ده حفظ، يلا بينا مع بعض. السكنديوم موجب 3 والخرسين موجب 2. قولوا معايا عشان تحفظوا. السكنديوم موجب 3 والخرسين موجب 2 والنحاس موجب 1 موجب 2. الكبير منجنيز موجب 7 يا لطيف. اشمعنى دايما السكنديوم موجب 3؟ تعال نشوف. كلنا عارفين من سنة تانية أو من كورس التأسيس إن الذرة أو الأيون أكثر استقرار لما يبقى المستوى الفرعي في 3 حالات شغالة على الدي: فارغ تماما، ممتلئ تماما، نصه ممتلئ بالإلكترونات. لو الدي فارغ تماما يبقى بكام؟ ب0. لو الدي ممتلئ تماما يبقى بكام؟ 10. لو الدي نص ممتلئ يبقى بكام؟ 5. تعال نحاول نجاوب. ليه دايما السكنديوم عندنا موجب 3 بس؟ طب ليه ما فيش سكنديوم موجب 2 زي باقي العناصر؟ عاوز تعرف؟ استأذنك هتوزع لي السكنديوم 21، بعدين هتوزع لي السكنديوم موجب 3، هتوزع لي السكنديوم موجب 2. هتلاقي الإجابة بانت. يلا بينا يا معلم. امسك قلمك وريت تسبقني. السكنديوم أرجون 18 فوريس 3 دي 2 ادي 20 يتفضل 1. طب موجب 3 يفقد كام؟ 3. أرجون 18 فوريس 3 دي. هفقد التلاتة ازاي؟ هفقد من الاس وبعدين الدي، هتبقى 0 0. ايه ده؟ ليه دايما السكنديوم موجب 3 بس اللي موجود في الارض؟ هيبقى عشان في موجب 3 عندنا ال 3 دي 0 فارغ تماما، هيكون اكثر استقرار. اكيد هو الموجود على سطح الارض. طب ليه ما فيش موجب 2 زي باقي العناصر؟ تعال نوزعه. فوريس 3 دي يلا نفقد. موجب 2 افقد 2، هفقد من الاس 0، هيتفضل في دي كام؟ 1. في رأي الرجالة أو البنات مين أكثر استقرار؟ لما تبقى الدي ب0 ولا لما تبقى الدي ب1؟ الطبيعي لما تبقى مستر الدي ب0 هي الأكثر استقرار. عشان كده مفيش في الطبيعة سكنديوم موجب 2 ما تكونش على سطح الأرض. على ما أظن كده العلماء وفقوا في التفسير. في بعض الطلبة قالت لي طب بعد إذنك هو ليه ما فيش سكنديوم موجب 4؟ استغفر الله العظيم. تعال نقول لك. هتوزع لي واحد السكنديوم تاني. لا ركز معايا كفاية يا عم. أرجون 18 فور اس 3 دي. فور اس كام؟ 2. 3 دي كام؟ 1. يعني موجب 4 هفقد 4. يلا بينا نفقدهم. هجيب لون تاني بس عشان تبقى باينة. أخضر ماشي؟ ماشي يا مستر. هفقد من اس 2 وهفقد من ده كام؟ 1. كده أنا فقدت 3 بس. طب أنا عاوز أفقد 4 يا عم، هفقد منين؟ هفقد منين؟ هفقد من الخامل. وركز هنا قوي. الصبيان أو البنات لما أجي أفقد من الخامل حسب معلوماتنا من إعدادي، هل الخامل بيفقد؟ مستر خامل ولا بيفقد ولا بيكتسب ولا بيشارك؟ ده الخامل يا جماعة لو أنا عاوزه يفقد هحتاج طاقة كبيرة جدا مش موجودة على سطح الأرض. ليه ما فيش سكنديوم موجب 4؟ الإجابة عشان لما أجي أفقد الإلكترون رقم 4 هيطلع من الخامل. يلا بينا نفقد. هفقد 2 و1 كده كام؟ 3. طب الرابع يطلع منين يا مستر؟ هيطلع من الخامل بطاقة كبيرة جدا 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 مش موجودة على سطح الأرض. يبقى علل لو أنت بتاع أزهر سؤال امتحان. ليه ما فيش في الطبيعة سكنديوم موجب 4؟ الإجابة لأن أنا أحتاج طاقة كبيرة جدا لكسر مستوى طاقة مكتمل، صح؟ أو لكسر الغاز الخامل، أو لكي يفقد الغاز الخامل إلكترون. أكيد في الطبيعة ما فيش عندنا سكنديوم للأسف موجب 4. نتنقل للاستنتاج اللي بعده. ايه ده؟ اقصى عدد تأكسد لا يتعدى رقم المجموعة ما عدا النحاس اللي هو مجموعة 1B موجب 1 وموجب 2. قلنا مش معنى النحاس عشان شاذ، وده اللي عينا في المنهج. طب يا مستر
يعني ايه كلمه اقصى عدد تاكسد لا يتعدى رقم المجموعه؟ فاكرين السكنديوم؟ مفيش غيره. السكنديوم كلنا عارفين ان هو موجب 3. تعال نجيب رقم مجموعته. هوزع السكنديوم 21، ارجون 18، 4 اس 3 دي 2 1. رقم مجموعته كام؟ هجمع الكترونات الاس والدي تبقى 3 بي. رقم المجموعه 3 بي، اقصى عدد تاكسد للسكنديوم ليه في الطبيعه موجب كام؟ 3. السؤال هو ليه ما فيش موجب 4؟ ما احنا لسه قايلينها. ما فيش موجب 4 يا مستر عشان نغير اللون. احتاج طاقه كبيره جدا لكسر مستوى طاقه مكتمل. حبيبي موجب 4 الكترون رقم 4 هيفقد كل الكترونات الاس والدي ويخش على الخامل، هيكسر خامل بطاقه كبيره جدا مش موجوده على الارض. عشان كده اقصى عدد للتاكسد، اقصى تكافؤ لاي عنصر موجود على الارض سواء انتقالي او غير انتقالي حتى. ماله يا مستر؟ عمره ما بيعدي رقم المجموعه. ليه؟ عشان لو عدى رقم مجموعه هيكسر خامل، والطاقه اللي بتكسر خامل مش موجوده على سطح الكره الارضيه، فصعب تلاقيه في الطبيعه. يبقى تاني، اقصى عدد تاكسد لا يتعدى رقم المجموعه ما عدا النحاس موجب 1 موجب 2. اشمعنى النحاس ده حاله خاصه؟ عشان عنصر شاذ. طب يلا بينا نشوف تيجي ازاي كسؤال امتحان. احسب عدد اقصى عدد تاكسد. اقصى عدد تاكسد بفقد كل الالكترونات مين ومين؟ اس ودي. وزع الفاناديوم، ارجون 18، 4 اس 3 دي. ركز معايا بس. هيبقى 2 ادي كده 20 3 23. اقصى عدد تاكسد هفقد كل الالكترونات مين ومين؟ الاس والدي. 5 غلط. ليه يا مستر؟ الاصح بقول موجب 5. ليه موجب 5 هي الاصح؟ عشان بيفقد الكترونات ويعمل ايونات موجبه. يبقى اقصى رقم تاكسد للفاناديوم هو موجب 5. الرجاله والبنات استاذنكم وزعوا لي الكروم وشوف لي اقصى عدد تاكسد للكروم سي ار 24. في غلطه مكتوبه هنا 25، هي الصح 24. يلا معلم وزع. ارجون 18 4 اس 3 دي 2 4 غلط. ليه غلط يا مستر؟ ده شاذ. يعني اعمل ايه؟ هاخد 1 من الاس، يبقى هنا 1 وهنا 5. افقد كل الكترونات الاس والدي. هفقد الاس عندها الكترون والدي عندها 5، يبقى اقصى حاجه بكام؟ بموجب 6. وهكذا. استاذن الصبيان والبنات هتحسب لي في البيت اقصى عدد تاكسد واكتب لي الاجابه في الديسكربشن عفوا في التعليقات تحت. اقصى عدد تاكسد لنابليون ايه؟ نابليون 41. نابليون عدد الذري كام؟ 41. اتنقل للجزئيه اللي بعد منها وركز هنا بعد اذنك. عدد التاكسد بيزيد من اول السكنديوم لغايه لما يوصل للمنجنيز وبعدين يبدا يقل. يقل ليه؟ احنا اخدنا في اولى اعدادي او السنه اللي فاتت ان عدد الذري عباره عن عدد البروتونات الموجبه داخل النواه، عدد الشحنات الموجبه الموجوده جوه النواه. كل ما العدد الذري بيزيد الشحنه الموجبه دي بتزيد، وبره في الكترون سالب. بين الموجب وبين السالب في تجاذب. كل ما العدد الذري بيزيد كل ما الشحنه الموجبه بتزيد، اكيد التجاذب بيزيد. ده طبيعي. طب كل ما التجاذب بيزيد بحتاج طاقه اكبر للتغلب على التجاذب. يبقى تاني، ليه عدد التاكسد كان بيزيد من اول السكنديوم لغايه لما يوصل للمنجنيز موجب 7. ايه اللي خلاه يقل؟ الفكره كلها ليه قل ما زادش؟ عشان لما العدد الذري زاد الشحنه الموجبه داخل النواه زادت، التجاذب بين النواه والالكترونات زاد، هنحتاج طاقه اكبر للتغلب على التجاذب. والطاقه دي مش موجوده على الارض. يبقى تاني، ايه اللي خلى العدد الذري بيقل؟ عشان لما العدد الذري زاد
قوة الجذب زادت، احتاج طاقة أكبر للتغلب على التجاذب مش موجودة على الأرض. ده اللي خلاه يقل عندنا. فساعات في الامتحان يقول لك حاجة صغيرة، بزيادة العدد الذري، اسمع كده، يسهل الأكسدة، يصعب الأكسدة. فعناصر السلسلة الأولى، أولاً أنا عاوز أعرف يعني إيه كلمة أكسدة. اللي سمع فيديو التأسيس أو اللي عدى معانا على تانية ثانوي أو إعدادي، الأكسدة يعني فقد إلكترونات يا مستر. طبعاً إيه يعني إلكترون؟ الأكسدة يعني فقد إلكترونات. كل ما يزيد العدد الذري يزيد التجاذب ويصعب فقد الإلكترونات، فأكيد بختار يصعب الأكسدة، يصعب فقد الإلكترونات. دي تبقى الإجابة. اللي بعده، إيه ده؟ هو ليه الحديد ملوش موجب 8؟ إحنا قلنا من شوية أكبر حاجة المنجنيز بموجب كام؟ 7. إشمعنى الحديد ما عندوش موجب 8؟ تعال نشوف. في تفسيرين، تفسير كتاب المدرسة وفي تفسير علمي. قبل ما نشوف تفسير الكتاب، الصح إن أوزع الحديد 26، أرجون 18، فورس 3D 2 6. ليه الحديد ملوش موجب 8 في الطبيعة؟ تعال نشوف يا معلم. اسمع الإجابة. لأن لا يوجد مركبات للحديد في الطبيعة عدد تأكسده فيها موجب 8 تدل إن فقط كل إلكترونات الإس والدي. مستر مش فاهم، ممكن كم مرة؟ حبيبي ما لقيتش مركبات في الأرض للحديد عدد تأكسده موجب 8. أحيه، إيه ده مستر؟ الناس دي مجانين، ده كتاب المدرسة يا ابني، احترم نفسك. أقول لك، اسمع كده وجهة نظر الكتاب. بيقول لك دخلت دلوقتي القاعة، هو ليه مستر محمد مش موجود؟ عشان هو مش موجود. أنت جاي تهزر. وده اللي قاله فعلا الكتاب. هو ليه الحديد ملوش موجب 8؟ أصل لما دورنا في الأرض ما لقيناش الحديد مركب بيدل إن عنده موجب 8 وفقط كل إلكترونات الإس والدي. صباح الخير يا عم الكتاب، أنا عاوز تفسير علمي. هيبقى ليه ملوش موجب 8؟ الفكرة كلها عشان العرض الذري زاد، فالشحنة الموجبة زادت، فتجاذب النووي الإلكترونات زاد، فبقى يصعب فقد الثمان إلكترونات، عشان كده ما عندوش موجب 8. يلا بينا مع بعض نلم الاستنتاجات كلها. ايه يا مستر؟ تعدد حالات تأكسد العناصر الانتقالية، اشمعنى؟ هيفقد الكترونات 4s أولا ثم 3d. بعد كده تاني واحدة عارفين كلنا انها حفظ وهتساعدك في الاختيارات، سمعها معايا. السكنديوم موجب 3 والخرسين موجب 2 والنحاس موجب 1 موجب 2 الكبير منجنيز موجب 7 يا لطيف. أقصى عدد تأكسد عمره ما بيعدي رقم المجموعة ما عدا مين؟ النحاس أو اللي هم بيه. موجب 1 وموجب 2 عشان هو عنصر شاذ. عدد التأكسد بيزيد من أول السكنديوم لغاية المنجنيز، بعدين يبدأ يقل. اشمعنى قلنا من شوية بزيادة العدد الذري بيزيد شحنة النواة الموجبة، هيزيد التجاذب ونحتاج طاقة أكبر لفقد الإلكترونات. طب يلا شوف الجزء اللي بعده. إيه ده؟ تاني هنلم الجدول بتاع عدد التأكسد مع بعض. لو أنت لميته صح أو أنت لميتيه صح مش محتاج تبص في كتاب، هتبقى أسرع من الكتاب، ولو حتى بصيت في الكتاب مش هتوه. سمي الله وصلى على رسول الله. طب ألمه إزاي؟ سمع. السكنديوم موجب 3 والخرسين موجب 2 والنحاس موجب 1 موجب 2. السبانة والبنات عدد التأكسد ماله مستر؟ عنده من موجب 2 لأي عنصر لغاية رقم المجموعة. يلا نشوف. تيتانيوم موجب 2 موجب 3 موجب 4 ما بيعديش رقم مجموعته أبدا. طب اللي بعده موجب 2 موجب 3 موجب 4 موجب 5. طب اللي بعده موجب 2 موجب 3 موجب 4 موجب 5 موجب 6 ما بيعديش رقم مجموعته أبدا. طب اللي بعده موجب 2 موجب 3 موجب 4 موجب 5 موجب 6 موجب 7 ما بيعديش رقم مجموعته. هيزيد عدد التأكسد من أول السكنديوم لغاية المنجنيز وبعدين يبدأ يقل. الحديد موجب 2 موجب 3 موجب 6. طبعا كل الطلبة نمسك القلم
عاوز تسال ليه مفيش موجب 4 وموجب 5؟ هنقول لك. طب الكوبالت والنيكل زي بعض ازاي؟ موجب 2 موجب 3 موجب 4، موجب 2 موجب 3 موجب 4. السؤال الأول، ليه الحديد ملوش موجب 5 أو موجب 6 في الطبيعة؟ جماعة هي الفكرة كلها بندور على مركبات في الأرض، لو لقيت عدد التأكسد بسجله عندي، ما لقيتوش ما بسجلوش، بسيب مكانه فاضي. 2، في حاجة اسمها ظروف البيئة المحيطة، بتكون أيونات وأيونات لأ، فما تكونش الحديد ولا موجب كام؟ 4 ولا موجب كام؟ 5، بالإضافة إن موجب 3 هو أكثر استقرار. طيب في حتة في المذكرة بعد إذنك مش موجودة في الكتاب، اتلغت من المنهج. إيه دي يا مستر؟ موجب 6 الحقيقة الكتاب شايلها أصلا، لغاها. على العلم مع احترامي لكتاب المدرسة، العلماء لما دوروا في الطبيعة لقوا الحديد فيه مركبات ليه موجب 6. طيب قلنا اللي بيكونوا ظروف البيئة المحيطة اللي اتوجد فيها. في كمان تكة صغيرة، إيه يا مستر؟ فين؟ الوحيد اللي عنده موجب 5 الفاناديوم، لا، واحد قال لي ما الكروم عنده موجب 5 والمنجنيز عنده موجب 5. للأسف كتاب المدرسة ما كتبش موجب 5 ولا للكروم ولا للمنجنيز، ففي طلبة بتسأل اشمعنى ده ما كتبلوش موجب 5؟ هرد عليك وأقول لك. حبيبي الفكرة كلها كالتالي، ظروف البيئة بتكون أيونات وأيونات لا، بتسمح بتكون الأيونات دي والأيونات دي لا، يبقى الفكرة كلها في ظروف البيئة المحيطة. كمان في حاجة زيادة، ممكن المركبات أو الأيونات دي كانت موجودة بس العلماء ما لقوهاش، وده احتمال وارد. أنا مهم أنا بشتغل برضه دلوقتي كده كتاب المدرسة عندي، مفيش موجب 5 ولا للكروم ولا للمنجنيز. فاكرين الوحيد إيه اللي احنا مليناه من شوية؟ نروح لها أهي. الوحيد اللي كان عنده موجب 1 النحاس، الوحيد اللي ما عندوش موجب 2 السكنديوم، الوحيد اللي عنده موجب 5 الفاناديوم. اللي هو رمزه مين؟ في، وعرضه الذري 23. نرجع تاني كده، احنا خلصنا الجدول. يلا بينا نتنقل للجزء الثاني من الحصه. عندنا الذره والايون اكثر استقرار في 3 حالات. مين هم مستر؟ المستوى الفرعي، نمسك قلمي اسود، ماشي. فارغ تماما ب0، ممتلئ تماما ب10، نص ممتلئ ب5. خد بالك لو انت بتحل اختيارات وقال لك مين اكثر استقرار، اول حاجه بكتب قدامي مين؟ دي 0 او 10 او 5. اسمع السؤال بالنظام القديم، تدريب في كتاب المدرسه. علل يسهل اكثره ايونات حديد 2 ل 3. احل ازاي يا مستر؟ بصوا الرجاله والبنات، بسم الله الرحمن الرحيم. بوزع الذره عندي اف اي 26، دي كده الذره. بعد كده بوزع الايون اف اي موجب 2، بعدين اف اي موجب 3. طبعا كلنا عارفين ان موجب 3 يعني فقط 3 الكترونات. وزع الذره كده، غير لون ازرق، ماشي. ارجون 18، فريس 3 دي 2 6. ادي الذره. موجب 2 يعني يفقد 2 من الاس، تبقى ارجون 18 فريس 3 دي. افقد من الاس 2 تبقى 0 6. طب موجب 3 هفقد منها؟ لا، بفقد من الذره برضه. يعني موجب 3 هفقد من الاس 2 ومن الدي كام؟ 1، هتبقى ارجون 18 4 اس 3 دي. افقد اخضر، ماشي، تبقى 0 5. في راي الرجاله او البنات مين اكثر استقرار؟ الدي ب6 ولا الدي ب5؟ اكيد ده اكثر استقرار. اللي بيحصل عمليه اكسره الحديد 2 الى حديد 3. الفكره كلها ان الحديد 3 عنده 3 دي 5 نص ممتلئ بالالكترونات، فيبقى اكثر استقرار. طب ماشي يا مستر، واحد قال لي او واحده قالت لي يا مستر ممكن لو سمحت اديني مسامح حته على الحته دي عشان افهمها اكتر. والله يا حبيبي، لو في حياتك عندك بتنجانيه، البنات هاتي بتنجانيه قسميها 2 هتسود. الرجاله او البنات ممكن تجيب لي تفاحيه قسمها 2 تسود. اشمعنى؟ البتنجان او التفاح فيه ايونات حديد 2،
لما اقسمه 2 بيقابل الهواء يحصل له عمليه اكسده ويبقى 3. طب ليه بيسود؟ عشان ايونات حديد 3 عندها 3 دي 5 نص ممتلئه تبقى اكثر استقرار. لو جات لي في الامتحان بعمل ايه؟ ليه بيسهل اكسده او مين اكثر استقرار؟ اول حاجه بوزع. لو طلع لي الديب 0 فارغ تماما، او الديب 10 ممتلئ تماما، او الديب 5 نص ممتلئ، يبقى ده اكثر استقرار فيسهل العمليه. تعال نشوف مثال تاني مع بعض، قلمك بقى واشتغل معايا. المنجنيز عرضه الذري عليك حفظ، ولا انا معاك كتاب المدرسه انا المفروض احفظ لغايه 30 او طلعه من الكتاب بكام؟ ب 25. 25. يلا بينا يا معلم قسم. هنوزع الذره ان 25، بعدين هنوزع الايون موجب 2، وهنوزع الايون موجب 3. وقف الفيديو واسبقني انا معاك. الناس اللي وزعت بحق الله قالت لي موجب 2 اكثر استقرار. ازاي يا مستر؟ تعال نشوف يا معلم. ارجون 18 فورس 3 دي 25 ادي 2 5 كده 25، يعني موجب 2 يفقد 2 من الاس يبقى ارجون 18 فورس 3 دي 0 5، يعني موجب 3 يفقد 3 2 من الاس و1 من الدي. وزع ارجون 18 فورس 3 دي 0 4. في رايك مين المستقر؟ الدي بتاعته ب5 ولا الدي بتاعته ب4؟ 5، يبقى ده اكثر استقرار. اكتب اكثر عدل اهو. للاسف في بعض البنات او البنين قال لي ايه؟ بص يا مستر مش حضرتك قلت ان اف في موجب 3 ده مستقر؟ قلت له اه. يبقى ام ان موجب 3 ده مستقر. يبقى ده حمار علمي او دي حماره علميه. انا اسف. ليه يا مستر؟ الاستقرار اعرفه ازاي؟ اوزع. لو الدي فارغ ب0 او ممتلئ ب10 او نص ممتلئ ب5 يبقى اكثر استقرار. بلاش جهل. يلا نطبق في سؤال تاني. مين اكثر استقرار؟ التي اي موجب 2 عرضه الذري 22 ولا التي اي موجب 4 عرضه الذري 22؟ هتقسم كده، هتوزع الذره تي اي ب 22 وبعدين التي اي موجب 2 وبعدين التي اي موجب 4. وقف الفيديو وانا مستنيكم. في ناس بتقول لي يا مستر هو موجب 4. الله ينور. طب ليه؟ تعال نشوف. نغير اللون اسود. ماشي ماشي. ارجون 18 فورس 3 دي وزع 2 2. موجب 2 هيفقد من الاس 2 تبقى 4 اس 3 دي 0 2. هل ده مستقر؟ لا غير مستقر. ليه يا مستر غير مستقر؟ الدي مش ب0 او ب5 او ب10. طب هنا 4 اس 3 دي هفقد من الاس وبعدين من الدي افقد 4 يبقى 0 0. مين اكثر استقرار؟ اللي الدي بتاعته ب0 يا معلم. الدنيا سهله ما تقلقش. هناخده سؤال واحد وبعدين هنديك الواجب بتاعك وشكرا. شوف السؤال الجاي عشان مهم جدا وركز معايا بعد اذنك. اختار، ده في كتاب الدليل، ايون المنجنيز 2 نقط اكسدته لايون المنجنيز 3. واحد قال لي ما متجاوبه يصعب. ما انا عارف، انا متعمد اجيبها اجاوبها عفوا. طب احل ازاي؟ بص كده، سيادتك هتوقف الفيديو وممكن تكتب معاه في الوش او تسمع الحل وبعدين تعيده تاني معايا في الوش في المذكره. المنجنيز موجب 2 اهو، عرضه الذري حافظه ب25 او طلعته من الكتاب. قال لي اكسده، بكتب على السهم اكسده. بعد كده عاوز يبقى الموجب كام؟ 3، بكتب منجنيز موجب 3 عرضه الذري 25. اول حاجه سيادتك بتعملها وزع لي الذره. ارجون 18 4 اس 3 دي 2 5. الله ينور. طب وهنا ارجون 18 4 اس 3 دي 2 5. بص رجاله وبنات نغير اللون احمر. ايه يا مستر؟ اي حاجه من دول بيقول لك يسهل ولا يصعب؟
هتوزع. لو دي عندي بزيرو طلعت لي في الاخر دي بزيرو، او دي بخمسة، او دي بكام؟ ب10. هيبقى مستقر، صعب اي حاجه، صعب الاكسده او حتى صعب الاختزال. ليه؟ المستقر ولا عاوز يفقد ولا عاوز يكتسب، عشان مستقر. تعالى هنا، موجب 2 2 5، هفقد من الاس 2 يبقى 0 5، ده مستقر. طالما مستقر صعب اي حاجه. هو قال لي اكسده يبقى صعب الاكسده. طب وزع الناتج، موجب 3 0 كام؟ 4. ينفع يا عم حد مستقر يبقى غير مستقر؟ اكيد لا يا مستر. يبقى تاني هتبقى الاجابه صعب الاكسده. في ولد او بنوته ربنا يبارك له او يبارك لها، قال له مستر عندي سؤال. نعم يا حبيبي. هي ليه لا يمكن انت ما اخترتهاش؟ هي لا يمكن غلط. تعال نقول لك، بس خلي دماغك مرن شويه. كلنا اخدنا ان المنجنيز اكبر حاجه عندنا. المنجنيز عنده من موجب 2 في الطبيعه لغايه موجب 7. الكبير منجنيز موجب 7 يا لطيف، صح؟ يعني ايه عنده موجب 2 ل 7؟ يعني عنده موجب 2 و3 و4 لغايه لما اوصل لموجب 7. ايه ده مستر؟ معنى كده المنجنيز عنده موجب 3؟ بس انت اخترت يصعب. حبيبي هي الفكره كلها، الطبيعي ان المنجنيز ما بيحبش يتاكسد من موجب 2 ل 3، بس ممكن في ظروف خاصه. يعني ايه كلمه ظروف خاصه؟ انا مثلا دلوقتي ايونات المنجنيز دي موجوده عند خط الاستواء، درجه حراره عاليه جدا جدا جدا، في طاقه زياده، اكيد المنجنيز هيفقد كمان الكترون ويبقى موجب 3. عشان كده الاصح اقول يصعب بس ما اقولش لا يمكن، ان في الطبيعه في موجب 3. طالما موجود عندي في الجدول موجب 3 ما ينفعش اختار لا يمكن. الدنيا مش صعبه. طب يا مستر هعمل ايه؟ دلوقتي هوريك الواجب بعد ما تسمع الفيديو مره وتذاكر. هتلاقي تحت الفيديو فيديو تاني، لينك في الديسكريبشن لحل اسئله على حصه النهارده. وريني الواجب يا مستر بتاعك. سؤالين، بالاضافه طبعا لاسئله كتاب الامتحان للناس كلها على الجزء ده. اي الايونات التاليه اكثر استقرار؟ طالما قال لي اكثر استقرار في دماغي بحط قدام الدي 0 الدي 5 الدي 10. يبقى الفكره هنا هتوزع وتشوف. السؤال ده ايون عنصر انتقالي اكس موجب 3 تركيبه كذا، عاوز عرضه الذري، هعمل ايه؟ واجب. اتمنى الرجاله والبنات يكونوا استفادوا من حصه النهارده، كان دمها خفيف عليك. اشوفك على خير في حصه جديده من حصه الكيمياء. السلام عليكم.